السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوجه اليوم نداء إلى الضباط المهنيين الوطنيين الشرفاء في قيادات الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات، وأيضا أوجه نداء إلى القضاء العراقي قضاة ومدعي عام. قبل النداء أسأل سؤال: الموصل الحبيبة لما سقطت بيد عصابات داعش المجرمة وذابت فرقتين من الجيش والشرطة الاتحادية، ذابت وانكسرت هيبة الدولة وهيبة القوات الأمنية، وخسرنا الأرض العراقية دنستها عصابات داعش المجرمة. منو اللي لبى الفتوى؟ منو اللي تطوع وراح حتى يحرر الأرض ويرجع هيبة الدولة ويعيد هيبة القوات الأمنية ويرفع معنوياتها مرة الثانية بعد أن كانت انكسرت؟ منو غير الشباب؟ منو غير الشباب اللي راح تطوع حتى بدون أجر، خصوصا بالأيام الأولى للفتوى، وراحوا طوعوا بالحشد الشعبي المقدس، حشدنا، وراحوا نصروا إخوانهم في القوات الأمنية وكانوا لهم ظهير، رجعوا الأرض وهم شباب حتى ما متدربين تدريبات عسكرية، راحوا حملوا السلاح وناموا على التراب، ما توفر لهم بالأيام الأولى حتى الأكل والمي. منو غير الشباب اللي انملت المقابر شهداء؟ منو غيرهم؟ ليش الآن هذول الشباب من يطلع يطالب بحقوقه هو انطى دم وانطى روحه؟ ليش لما يطالب بحقوقه يقول أريد وطن يتعرض إلى القمع والقتل والتنكيل وتتعرض عوائلهم للإهانة؟ ليش؟ هنجاوب على هذا السؤال. الآن من بداية الاحتجاج، من أكثر من سنة، من بداية الاحتجاج ومع كل القمع اللي تعرضنا له، من بداية الاحتجاج وإحنا نثقف الشباب والناس والمجتمع ونقول لهم ميزوا، الحكومة فاسدة، البرلمان فاسد، الأحزاب فاسدة، ميزوا بينه وبين أجهزة الدولة. نريد نبقي هيبة للدولة، نقول ميزوا بينه وبين أجهزة الدولة، الأجهزة الأمنية والمخابراتية ومكافحة الإرهاب أجهزة الدولة. جاي نثقف الناس نقول لهم هذه أجهزة الدولة، ما لها علاقة بالأحزاب الفاسدة والحكومات الفاسدة وميليشياتها وإجرامها. وفي أكثر من مناسبة طلبنا من القادة الأمنيين، قلنا لهم احترموا شرف العسكرية واحترموا شرف الوطنية، كلكم أبنائنا وأخواننا وعمامنا وخوالنا وجيراننا وأبهاتنا، كلكم عراقيين. أكثر من مرة قلنا احترموا شرف المهنة وتاريخكم المهني والرتب اللي تعبتوا بيها، احترموها، لا تصيرون أداة تحت أي ظرف من الظروف لأي سبب، لا تصير أداة بيد أحزاب وميليشيات مجرمة قمعت أبناء بلدك وقتلتهم، لا تصير أداة لأي سبب من الأسباب. كنا ولا نزال وراح نبقى نثقف ونقول للناس أجهزة الدولة ما لها علاقة بالأحزاب الفاسدة وبالحكومة وبالبرلمان الفاسد، لكن ساعدونا. بعض التصرفات اللي دا تصدر عن أجهزة الدولة دا تسيء للشيء اللي احنا دا نرسمه، دا احنا دا نقنع الناس نقول لهم هذه أجهزة الدولة أجهزة مستقلة، يفترض تكون أجهزة الدولة والجهاز القضائي يفترض أن يكون مستقل، دا نقنع الناس ونثقفهم. لكن بعض التصرفات اللي دا تصدر دا تسيء لهذه الصورة، دا تخرب هذا الشغل، وهذا يسيء إلى هيبة الدولة وإلى وجود الدولة. الأحزاب فاسدة، لا تبيع آخرتك، لا تسيء أولا إلى نفسك وإلى تاريخك المهني وإلى رتبتك اللي تعبت بيها، ولا تبيع آخرتك بدنيا أحزاب فاسدة وزائلة لا محالة، والله زائلة لا محالة. اللي انولد ب2003 عمره 17 سنة هز عروشهم، صح قتلوه بس هز عروشهم، فما بالك اللي انولد اليوم
عروشهم زائلة، وانتم باقيين، انتم أجهزة الدولة. الآن الناصرية من أسبوعين، وبالتحديد منذ وصول خلية الأزمة، الناصرية تتعرض للقمع. عمليات الاعتقال والمداهمة أصبحت يومية، أصبحت ظاهرة. الآن هسه أنتوا لو مثلا أنت جاي تعتقل الناس القتلة، احنا نشجعك. تعتقل الناس السراق، قاتل سارق اعتقله، احنا وياك. أنت جاي تعتقل الناس اللي قتلت المتظاهرين، احنا وياك. جاي تعتقل الناس اللي اختطفت المتظاهرين وغيبتهم وما نعرف لهم طريق، احنا وياك. جاي تعتقل ناس إرهابيين، احنا وياك. لكن هاي الحملة موجهة فقط ضد المتظاهرين وعوائلهم. طيب الشخص المتظاهر إذا مسيء ومرتكب جرم يحاسب عليه القانون، تصدر بحقه مذكرة اعتقال يوقعها قاضي، وروحوا إلى بيته، عمموا أوصافه على السيطرات، وروحوا إلى بيته باحترام، تعاملوا مع الناس باحترام. دقوا الباب، اخذوا وياكم مختار، يطلع لكم أبو الشخص اللي رايحين عليه، يقول يابا هاي مذكرة اعتقال ابنك مرتكب الجريمة الفلانية. يجي يسلم نفسه، ماكو، احنا معممين أوصافه، ترى نعتقله وين ما نلقيه. لكن أن تروحون إلى بيوت الناس ب10 ب15 سيارة بين همر وسلفادور وبيك اب مدججة بالجنود والسلاح، هذول بيهم أنا ألزم لك جبهة. بهيج قوات ب15 17 سيارة مدججة بالسلاح، بهيج قوات ألزم لك جبهة ألزم لك. تروحون على بيوت ناس، تطفر الباب الخارجي، تكسر الباب الداخلي، 1:30 2 بالليل، اللي موجودين أبو المتظاهر اللي هو إنسان كبير بالسن، وأمه مرة كبيرة حجية، وخواته وبنات ونسوان وأطفال، ونايمين 2 بالليل. أصبحت هذه ظاهرة، صار أسبوعين. تجي تروعون الناس وتوقعونهم على أوراق بيض، اكتب اسمك ووقع وإحنا بعدين نملي الورقة. تروعون الناس. أولا بهالطريقة تسيئون نفسكم والتاريخكم المهني والشرف العسكرية، هاي أولا. ثانيا تسوون شرخ بين المجتمع وبينكم، وانتم كلكم أهلنا وولدنا، انتم ما جايين من غير دولة، تسوون شرخ. 3 وهو الأهم والأخطر، احنا بال2003 طلعنا من عهد ديكتاتوري. بهذه التصرفات ترجعون للناس ذاكرة مؤلمة، ترجعون للناس ذاكرتها بالأجهزة القمعية للنظام السابق، يعني هذه طرقهم. بهالطريقة ما تبنون دولة، بهالطريقة ما تستعيدون هيبة الدولة. اللي يستعيد هيبة الدولة لما تحاسب الإنسان المسيء. احنا ندري الأحزاب الفاسدة عبر أذرع الدولة العميقة اخترقت أغلب أجهزة الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. ندري. مع هذا متمسكين بوجود الدولة، مع هذا نقول للناس لا، هذه أجهزة الدولة هي لازم تكون مستقلة، ونحترم أجهزة الدولة، نشجع الناس تحترم أجهزة الدولة. فلذلك نداءنا إلى كل الضباط الشرفاء، هذه الحملة موجهة ضد الناصرية. الغاية منها مع الأسف بعض الأجهزة تحولت إلى أداة لكسر الناصرية ولكسر تشرين. تشرين لن تكسر، والناصرية لن تكسر. الناصرية ضد الكسر، وكل اللي يصير بينا تعتقلونا كل احنا، ننقتل كل احنا، بس ما حد يقدر يقتل حب البلد والوطن بقلوبنا. وندائي إلى القضاء، الشخص الوحيد بالقضاء اللي من حقه يدخل إلى أماكن الاعتقال أثناء التحقيق الأولي هو المدعي العام. أنا أدعو السيد المدعي العام أن يمارس دوره، هذا دور حصري انطاك إياه القانون بس إلك. تمارس دورك الحصري، روح بالليل وبالنهار بكل الأوقات، شوف المعتقلين دا يتعرضون إلى تعذيب أو لا، دا يتم انتزاع اعترافات قسرية لو لا. في حالة حصول هذه الأشياء وما أديت دورك، فإحنا نحملك كامل المسؤولية أمام القانون. أي بلد بالعالم إذا بقى القضاء مستقيم ومستقل أكو بيه أمل. وكذلك إخواننا القضاة كلكم ولد الناصرية.
أولا لا تأجلون الدعاوي. كل يوم اللي يمر على شخص المعتقل يشبع مذلة وإهانة وضرب وتدرون وتعذيب. أولا لا تأجلون الدعاوي، ومن يمثل أمامك اسأله، اعتبره ابنك، اعتبره أخوك الصغير، أغلبهم أعمارهم صغيرة، ما له ذنب، أساء أكو قانون يحاسبه، بس لا تعذبوا، لا تنتهكون إنسانيته. اسأله قل له ابني أحد عذبك، ضربك، هددك، اعترافك هذا أنت هذا الشيء مسويه لو ما مسويه؟ اسألوهم. الاعتقالات بهذه الطريقة المروعة الغاية منها ترويع العوائل يجب أن تتوقف فورا. في حالة استمرت الاعتقالات بهذه الطريقة راح تكون عندنا إجراءات. أول إجراء راح نشكل فريق من المحامين، أنا بنفسي أخذ الفريق وروح لأي بيت تم ترويعه وكسر أبوابه بنصاص الليالي، وندون شهاداتهم ونعلنها للملأ. والإجراء الثاني، أي عائلة تعرضت إلى الترويع وأي متظاهر تعرض إلى الترويع أو التعذيب أو انتهاك إنسانيته، فريق من المحامين يتولون رفع دعاوى أصولية أمام أنظار المدعي العام والقضاء العراقي. وهذه دعوة إلى المدعي العام وللقضاء العراقي: حافظوا على ما تبقى من هيبة القضاء، لأن القضاء ما جاب لنا حق صار أكثر من سنة. لا جبتوا القناصين، ولا جبتوا اللي قتلوا ولدنا، ولا جبتوا اللي اختطفوهم وغيبوهم، كل تسويف في تسويف. حافظوا على ما تبقى من هيبة القضاء. السيد دولة رئيس الوزراء، أولا استمرار هذا النهج اللي دا يصير حاليا هو استمرار إلى نهج إجرامي تبنته حكومة عبد المهدي أثناء انطلاق التظاهرات الاحتجاجية. هنخليها نقطة، هذا استمرار لنهج إجرامي. والنقطة الثانية، أجهزة الدولة يفترض أن تكون مستقلة، من حيث تدري حضرتك أو ما تدري يتم استخدام أجهزة الدولة لتحقيق مآرب لأحزاب فاسدة الغاية منها كسر الناصرية وكسر ثوار الناصرية. الناصرية أم الثورات، الناصرية ما تنكسر، وتشرين ما تنكسر، نعتقل كل احنا، ننقتل كل احنا، تطلع غيرنا ناس. وأخيرا رسالتي إلى ثوارنا وشبابنا: مهما تعرضنا إلى ضغط ومهما تعرضنا إلى اعتقال وتنكيل وتعذيب وقتلونا، حافظوا على السلمية. مهما يصير أو راح يصير حافظوا على السلمية. كل هاي الأمور غايتها أن يحرفوكم عن مسار الانتخابات، لأن هذه اللي تكسر شوكة الأحزاب. مهما يصير بينا خلي عينك على الانتخابات، بس بهالطريقة. احنا لا عندنا سلاح مثل ما هم عندهم، لا عندنا مال سياسي، ما عندنا غير صناديق الاقتراع. مهما يحصل حافظوا على السلمية، هذه وصية. مهما يحصل حافظوا على السلمية، وشجع أهلك وعائلتك وروح انتخبوا. الله يحفظ بلدنا والله يحفظ شبابنا، والنصر إن شاء الله. دماء الشهداء تنتصر رغما عن أنوف الفاسدين. والسلام عليكم ورحمة الله.